والمثير للاهتمام فعلا في الكتاب ده هو قدرته على تبسيط مفاهيم نفسية ممكن تبان مكلكعة شوية. بيقدمها بطريقة سهلة ومفهومة لأي حد بيدور على فهم أعمق لنفسه وللحياة من غير بقى تعقيدات أكاديمية وكلام كبير. كأنه زي ما تقول بيحط أساسيات لخريطة طريق للسلام الداخلي ده. والخريطة دي زي ما الكتاب بيقول لازم تبدأ من نقطة أساسية قوي، إن الواحد يفهم نفسه ويتقبلها. الكتاب بيركز قوي على إن رحلة السكينة دي بتبدأ بمعرفة النفس بجد، مش بس الحاجات الحلوة اللي فينا، لأ، الفكرة إننا نواجه الصورة كاملة، الحلو والوحش، القوة والضعف، الحاجات اللي بنحبها والحاجات اللي يمكن بنتكسف منها شوية، ونقبل كل ده على بعضه كجزء من تكويننا. الكتاب كمان بيلمح كده إن فهمنا لنفسنا ده مرتبط قوي بتاريخنا، بالتجارب اللي عدينا بيها وشكلتنا، وده ممكن يودينا لمفاهيم زي الطفل الداخلي وتأثيره علينا دلوقتي. ويمكن أكتر حتة محتاجة وقفة هنا هي إن التقبل ده مش معناه إننا نستسلم أو نرضى بالغلط، لأ خالص، هو أشبه باعتراف شجاع بالواقع الحالي لنفسنا، ودي أول خطوة لأي تغيير بجد. وهي دي بالظبط أهمية القبول الذاتي اللي الكتاب بيعتبره حجر الزاوية. من غيره رحلة السكينة دي بتفضل متعثرة وصعبة. القبول ده هو اللي بيحررنا من سجن المثالية الوهمية، وإننا نجري ورا صورة مش حقيقية عن نفسنا، سواء إحنا اللي رسمناها أو المجتمع رسمها لنا. وفي